كل واحد يقول لك كرهنا ملينا ما على باليش. اللي قاعد كره، واللي واقف كره، واللي يخدم كره، واللي متقاعد كره، واللي في السبيطار كره، واللي بصحته كره. علاه الناس كامل كره؟ لاننا فقدنا المهمه اللي خلقنا ربي من اجلها. ما علاش نمشيو في الطريق المليحه. درنا هم هذاك ربي الهم قالنا انا نكفيكم، احنا لا قلنا له خلينا احنا نطبر راسنا بالرزق، اتعبنا. هذا الشيء هذا اللي خلى الان اولادنا اليوم ما يحكموش الطريق المليحه. لماذا؟ لانه كي كبروا لقاونا حنايا نخموا غير في الماكله. كي كبر ملي كان صغير اكبر وليدي تخدم راك شوف باش ما تخرجش انت كيما هذاك تاع الكاميو تاع القمامه. شوف اقرا باش تواسي كذا، اقرا باش دير بوست شباب، دير تاويل، دير كذا. حنا ربيناه ذيب يلهف، حنا ربيناه ملي كان صغير هو يلهف. نوضوا روح دير امتحانات بصح نوضوا نقول له روح او اذن لا نقول له اسهر واقرا وجبد باش تجيب، بصح ما نقولوش اعبد الله باش تلقى الجنه يوم القيامه. ما كاش اللي يقولها لاولاده هذه. علاه ما رحتش تقرا نقولها له، علاه ما صليتش ما نقولهالوش. كي ما درناش هذا الشيء هذايا ما قدرناش نخرجوا جيل مسقم. اما الحياه هذه اللي رانا عايشينها احنا، المستقبل اللي نحكوا عليه لاولادنا وجعلناه غول لاولادنا، هذا مفروغ منه. هذا ما تفكرش فيه، عمرك ما تفكر فيه. هذاك اخدم برك، روح تخدم الصباح واللي روح تقرا واللي هذا ما كان. عمرك ما تدير الدنيا هم. إذا درت الدنيا هم اعلم أن راه يمشي معك واحد اسمه إبليس. لأنه الشيطان وش قال عليه ربي؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يسودها لك دايما في وجهك. ما عندكش يقول لك لازم يولي عندك، وإلا تطيح بيك، والدنيا لا طاحت بيك ما يعرفك حتى واحد، والدنيا تسوى دراهم، عندك تسوى ما عندكش ما تسواش. هذه كاع إملاءات إبليس. والدراهم يديروا الطريق في البحر، والدنيا كذا، والمستقبل، ولازم قد ما يكون عندك قليل. هذه الكلمات هذه كاملة ماهيش تاع ربي. ربي سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذن الرزق والأجل قارنان، إذا انتهى أحدهما ينتهي الآخر. كاش واحد يخلص الرزق تاعو ويقعد عايش ما كاش واحد يجي الأجل تاعو ويبقى الرزق تاعو ما كاش. غير أنت تموت الدار والسيارة كل شيء يولي تاع الناس اخرين. احيانا حتى المراه تولي تاع واحد اخر، تولي انت لا تملك شيئا، الرزق نتاعك راح عند واحد اخرين. اذا واش هي؟ ما دام الرزق والاجل قرينان، واش نديروا حنايا؟ حنا نقولوا ما دامنا عمرنا ما فكرنا في الاجل تاعنا. كش نهار وقعدت تخمم تقولها يا مراه وعلى بالك اني خايف يديو لي عام من حياتي. كش نهار فكر فيها انت هذه؟ كاش نهار قلت بالك اسمع الجار هذاك او معول يدي لي واحد زوج سوايع من حياتي؟ كاش نهار خفت في حياتك من الاجل انه ينقص؟ علاه ما خفتش من الاجل؟ لانك داير في بالك ان الله لن يؤخر نفسا اذا جاء اجلها، وان كل شيء عنده باجل، وان الاعمار محدوده والانفاس معدوده. شتري كي تريسبيري انت هذا محسوبين بالكونتور، يخلصوا لي زينيتي السلام عليكم تروح. ما تزيدش نفس واحده هكذا يحبوا يسلفوا لك تنفيسه واحده والله ما تديها. لن يؤخرها الله عز وجل اذا جاء اجلها. اذا ما دام النفس تاعنا والروح نتاعنا والاجل تاعنا رانا مطمئنين فيه، عبالك باللي نفس القانون في الرزق، نفس القانون. قال علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فارتاح قلبي. دير في بالك باللي اللي ما جاتكش ماشي تاعك، واللي جاتك ودوها لك ماشي تاعك. دير في بالك ارتاح، ودير في بالك باللي كاين رب فوق 7 سماوات ما يغفل عنك انت. والله من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. اذا كان ربي معك وربي راه يحبك ويرضى عليك، روح قول الدنيا كامله تحركك من مكانك، ما كاينش اللي يدنا ليك. راه معك ربي. تعرفش معناتها معك ربي؟ اعطانا مثل الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما قالوش هو معك ددك، قالوا معنا الفوق ربي. معناتها قالوا النبي عليه أنا ضعيف وأنت ضعيف، كي يكون معنا الفوقاني هذاك ما كاش اللي يدنا لينا. ما قالوش راك مع خوك، لأنك هذاك خوك اللي يقول لك أنا معايا هذاك مسكين درسة تديه السبيطار. ما كاش قوي فينا، كلنا ضعفاء،
قوتنا بمن؟ بمولانا سبحانه وتعالى. فحنايا الان هنا نصلوا ياك، لو كان ربي يرفع علينا العنايه نهبطوا تبرنا تحت، كي راهو معتني بينا رانا نجو نصلوا. فاحنا صلاتنا هذه ما جبناها بالقوه، ما جبناها هدايه تاع مولانا، نسال الله يثبتنا وخلاص. فلو كان يرفع علينا ربي العنايه نتاعو نعودوا نخرجوا نتلفوا كما تلفت الناس. وهذوك مساكن الناس اللي راهم في المخمره هذوك راه ربي ماهوش معتني بهم، نسال الله ربي يهديهم. فهذوك الناس ماهوش معتني بهم، مساكنهم في ضلال مبين. وعلاش انت واش تكون باش اعتنى بكم ما اعتناش بهم؟ احمد الله وقول يا ربي سترك. فلذلك الان احنا رانا عايشين حياه، هذيك الحياه اللي رانا عايشينها الان هي حياه الهدايه، نحمد الله عليها. اعظم نعمه هكذا ثمنها، اعطيها قيمتها. اعظم نعمه يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى في الدنيا هذه انك الحمد لله راك تقول لا اله الا الله وراك مسلم. يعني لا انت ولا البهيمه ولا حتى وحده. البهيمه الصغيره هذيك اللي ما تشوفهاش انت، ميكروسكوبيك، اللي ما تشوفهاش انت يا نانو، هذيك ربي يعطي لها رزقها تسترزق. وانت يا الضخم عطاك ربي رزق. والحوت اللي فيه 30 متر عطاك ربي رزقه. فالان لما تشوف هذه الارزاق كامله موزعه بحكمه من عند ربي سبحانه وتعالى انت ارتاح. ما ديرش. احنا واش درنا الدنيا كامله هم، ولا اللي يسحر واللي يسرق واللي يغش واللي يكذب كامل من اجل ماذا؟ الدنيا. واش اللي يفرق بين الخوه في الدار؟ الدنيا. واش اللي يخسر بين الجيران؟ الدنيا. واش اللي يخسر القلوب؟ الدنيا فقط. علاش جعلناها هم؟ كي تجعلها هم دير في بالك بلي راح تروح في طريق واحده اخرى. في نفس الوقت الحمد لله عطانا الدين تاعنا قاعده اننا احنا ماشي ناس نمدوا يدينا. احنا الناس قال لئن يذهب احدكم الى الغابه بحبل، يجيب رزمه من حطب يبيعها خير من ان يمد يده. والدنيا ما يشفى القلب الحمد لله، وتمشي حياتك تعيش راحه تامه.